يستعد برشلونة لاستقبال أولمبياكوس اليوناني بملعب مونجويك في مواجهة مرتقبة. لقاء يسعى من خلاله الفريق الكتالوني لاستعادة توازنه قاريا، وذلك بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية. باسل طبال والتفاصيل. رونالد أراوخو لعب دور المهاجم في الدقائق الأخيرة أمام جيرونا، وأهدى برشلونة فوزا ثمينا بعد خسارتين على التوالي. قبل الكلاسيكو يوم الأحد المقبل برشلونة يستضيف أولمبياكوس اليوناني، وما زال يعاني من غياب فيران توريس ورافينيا، بالإضافة إلى غيابات أخرى مثل ليفاندوسكي وأولمو، ما يعني أن فليك لديه القليل من الحلول في الهجوم. رافينيا لديه دور مهم جدا في الملعب وكذلك في غرفة الملابس، ونأمل أن يعود بسرعة لمساعدتنا. نعرف أن الخصم ليس سهلا، لقد درسناه بشكل جيد، كما أننا نعرف المدرب واللاعبين وبإمكانهم أن يصعبوا علينا المهمة. فيرمين استعاد عافيته، وبعد أن لعب 45 دقيقة أمام جيرونا فليك يريد أن يبدأ باللاعب إلى جانب بيدري وديونغ في الوسط، كما جرب المدرب روني وراشفورد ولامين في الهجوم في التدريبات. لديهم هجوم جيد، وكذلك وفقا للإحصائيات فهم من أفضل الفرق في الكرات العرضية، وبالإمكان ملاحظة ذلك عند مشاهدة مباراتهم ضد أرسنال، حيث أتيحت لهم فرصة كبيرة لتسجيل هدف. لذلك علينا أن نولي اهتماما لهذه الأمور. لديهم لاعبون مميزون جدا في الهجوم، ولديهم فكرة واضحة عن كيفية اللعب، لذا يجب علينا أن ننتبه لذلك. في المقابل أولمبياكوس يصل إلى برشلونة وهو في المركز الثاني في الدوري اليوناني وبرصيد نقطة في دوري الأبطال. مدرب الفريق هو منديليبر الذي كان لديه مسيرة طويلة في إسبانيا، ويخوض هذا الموسم ثالث بطولة أوروبية على التوالي بعد فوزه بالدوري الأوروبي مع إشبيليا وخوض دوري المؤتمر في الموسم الماضي. شاهدنا المباريات الأخيرة لبرشلونة وشاهدنا كيف أخطأ الفريق أمام إشبيليا ورايو، لكن البارسا فاز على جيرونا. حتى نفوز في هذه المباراة، وبلا شك أن أخطاء برشلونة ستكون كثيرة، علينا أن نلعب بشكل ممتاز دون أن نرتكب أخطاء. هدفنا هو ألا نتراجع إلى الخلف بل أن نتقدم، ولكن هذا ليس سهلا مع برشلونة. أولمبياكوس يجيد الكرات الثابتة بشكل ممتاز، إلا أن منديليبر شاهد المباريات التي عانى فيها برشلونة أمام إشبيليا ورايو فايكانو، ولكنه أكد أن برشلونة يلعب بنسق مختلف في دوري الأبطال ولديه تفوق واضح خاصة في وسط الميدان. تأتي مباراة أولمبياكوس حيث يسعى هانز فليك لتحقيق الفوز الثاني بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية، ويستمر غياب كل من فيران توريس ورافينيا. باسل طبال، بين سبورتس، من ملعب لويس كومبانيز في مونجويك.